عمرك فكرت ازاي مفيش اتنين ليهم نفس البصمة؟ القصة بتبدأ وانت لسه جنين في بطن امك، تقريبا من الاسبوع العاشر للحمل. ساعتها اطراف الصوابع بتبدأ يظهر فيها حاجة اسمها فولار باد، ودي زي انتفاخ بسيط فوق طرف الصباع. الانتفاخ ده مع الوقت بيبدأ يختفي شوية بشوية، لان الايد بتكبر. وفي نفس الوقت ده الجلد بيبدأ يتكون على طبقتين، وبيحصل بينهم فرق بسيط في سرعة النمو. الفرق ده بيعمل حاجة اسمها الريدج لاينز، اللي هي خطوط صغيرة جدا، وهي دي بداية البصمة. الخطوط دي تبدأ تلف حوالين شكل الانتفاخ، وعلى حسب توقيت انكماشه بيتحدد شكل البصمة. وبعد كده بيجي السحر الحقيقي. شكل الخطوط النهائي للبصمة بيتأثر بحاجات محدش يقدر يتحكم فيها، زي ضخ دم الجنين، حركة الإيد جوه الرحم، وحتى السائل اللي حوالين الجنين وإزاي بيضغط على صوابعه. يعني الجينات بتحط تصميم أساسي، بس تفاصيل البصمة ده شغل الصدفة اللي مفيش حد يقدر يكرره. وعشان كده حتى التوأم المتطابقين مش بيكون عندهم نفس البصمة. في الأسبوع 19 من الحمل تقريبا شكل البصمة بيتثبت خلاص، يبقى هو ده توقيعك اللي هيفضل معاك طول عمرك. هتكبر، شكلك يتغير، هتتجرح، بس بصمتك هتفضل زي ما هي. يعني كل بصمة هي رسالة صغيرة من ربنا بيقولك فيها انت مفيش زيك، مش هيتكرر منك نسخة تانية ابدا. فيلا ابتسم.